أفضل 5 دعاة على قيد الحياة من غير العرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض لكم اليوم 5 من أفضل الدعاة للإسلام على مستوى العالم، ونستند في ترتيبنا هذا على عدة خصائص، أهمها تأثير الداعية وشهرته وانتشاره. فتابعونا. رقم 5: يوسف إسلام. ولد كات ستيفنز عام 1947 بلندن في بيت مسيحي متعدد المذاهب. كان أبوه أرثوذكسيا بينما كانت والدته سويدية كاثوليكية. بدأ حياته في الغناء، ووصلت إحدى أغنياته ضمن أفضل 10 أغنيات في بريطانيا آنذاك. ومع ذلك كان الصراع مع الحقيقة يحاصر يوسف، حتى دفعه إلى اعتناق عدة ديانات ومعتقدات. وفي نهاية المطاف هداه الله تعالى إلى الإسلام، وحسن إسلامه وغير اسمه إلى يوسف إسلام. وهو الآن أكثر الدعاة على مستوى العالم نشاطا وقوة وتفاؤلا واستعدادا للعمل، مع أسلوب بارع ودعاية لذيذة وحجة حاضرة يخاطب بها عقول الناس، فلا يكادون يخرجون إلا وقد اهتزت قلوبهم وتغيرت مفاهيمهم. رقم 4: صلاح الدين بيرفوغل، أبو حمزة الألماني. بدأ الملاكم الألماني رحلة البحث عن الحقيقة في 14 من عمره. أخذ يسأل عن الإسلام وقرأ القرآن كاملا، فانبهر من صفات الله العظيمة. وسرعان ما بدأ بيير يدخل المسجد ويصلي صلاة المسلمين. وسأله ذات مرة إمام المسجد المغربي بعد أن وجد ملامحه أوروبية: هل أنت الوحيد المسلم في أسرتك؟ فقال له نعم، ورفع يديه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ومن وقتها غير اسمه إلى أبي حمزة الألماني. وفي عام 2006 أخذ أبو حمزة على عاتقه تعريف أبناء جلدته بالإسلام، فبدأ بإلقاء محاضرات ودروس عن الدين الإسلامي، ليصبح بعد ذلك أهم داعية إسلامي في ألمانيا. وقد أسلم على يدي أبي حمزة في محاضرة واحدة 1000 ألماني، وفي كل محاضرة يسلم على يديه العشرات، حتى لقب بفاتح ألمانيا. رقم 3: يوسف إستس. من مبشر ومنصر وقسيس أمريكي، تحول يوسف إستس إلى الإسلام عام 1991 مع عائلته، وذلك بعد تعامله مع المسلم المصري محمد عبد الرحمن. كان اسمه قبل إسلامه جوزيف إدوارد إستس. ولد في الولايات المتحدة ونشأ في أسرة مسيحية وأصبح قسيسا. حصل على شهادة الماجستير في الفنون عام 1974 وشهادة الدكتوراه في علم اللاهوت. أخذ إستس يتعلم العربية والدراسات الإسلامية، ثم أخذ يعمل في مجال الدعوة في الولايات المتحدة، وله أشرطة ومحاضرات بالإنجليزية. أسلم على يد الشيخ يوسف الآلاف من الناس، حتى إنه لم يعد يتذكر عددهم بالضبط. ففي إحدى محاضراته في ألمانيا أسلم جميع من في القاعة، وعددهم 1250 شخصا. وقال يوسف إستس: قصتي مع الإسلام ليست قصة أحد أهداني مصحفا أو كتبا إسلامية وقرأتها ودخلت الإسلام فحسب، بل كنت عدوا للإسلام فيما مضى، ولم أتوانى عن نشر النصرانية. وعندما قابلت ذلك الشخص الذي دعاني للإسلام، فإنني كنت حريصا على إدخاله النصرانية وليس العكس. رقم 2: حمزة يوسف. ولد مارك هانسون في عام 1958 لعائلة يونانية أرثوذكسية في مدينة والا والا الأمريكية، وهو باحث ومحاضر أمريكي في التاريخ.
في جامعة القرويين بفاس بالمغرب، ومؤسس كلية الزيتونة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومحاضر فيها. يعتبر أحد أكبر الدارسين والدعاة المسلمين في أمريكا والعالم الغربي بشكل عام، وله نشاط ملحوظ وشعبية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره رمزا يربط الإسلام بالغرب. وفي سن 18 عام 1977 اعتنق الإسلام في سانتا باربرا كاليفورنيا، وهو من عائلة مثقفة، فوالده أستاذ لمادة الإنسانيات، وأمه خريجة جامعة بريكلي العريقة. أما جده فكان عمدة لإحدى مدن كاليفورنيا. تعلم الفقه ل4 سنوات في الإمارات العربية المتحدة، ودرس اللغة العربية والشعر العربي في المغرب والجزائر وموريتانيا. ظهر كضيف في برنامج رحلة على مدى 3 أعوام متتالية على قناة MBC السعودية، وهو كذلك صاحب فكرة برنامج يلا شباب الذي يقدم على قناة MBC مع الداعية السعودي أحمد الشقيري. الرقم 1: ذاكر عبد الكريم نايك، أو كما هي شهرته دكتور ذاكر نايك. هو طبيب وخطيب ومنظر إسلامي هندي، ولد في 18 من أكتوبر عام 1965، وهو طبيب حاصل على درجة البكالوريوس في الطب ودرجة البكالوريوس في الجراحة من جامعة مومباي، ولكنه منذ عام 1993 ركز على الدعوة الإسلامية، وهو مدير مؤسسة البحث الإسلامية في الهند. أتاه الله موهبة حفظ أرقام آيات القرآن واستحضارها بسهولة، ناظر المسيحيين واليهود والهندوس والبوذيين. حاز نايك على شهرة كبيرة لأسباب، منها قدرته على تذكر الشواهد من القرآن والحديث والكتب المقدسة الأخرى للمسيحيين واليهود والهندوس والبوذيين بعدة لغات. فمن عادته أثناء خطبه ومناظراته أن يستشهد مثلا بآيات قرآنية مع ذكر رقم السورة ورقم الآية التي يستشهد بها من ذاكرته. في عدد 22 من فبراير عام 2009 من جريدة إنديان إكسبريس، كان الدكتور نايك في المرتبة 82 في قائمة 100 هندي الأكثر قوة، وفي قائمة أعلى 10 معلمين روحيين كان ترتيبه الثالث، حيث كان المسلم الوحيد في القائمة. وقد حصل نايك على الكثير من الثناءات والانتقادات خلال مسيرته الدعوية، وكان من أشهر من أثنوا عليه أستاذه الداعية الشيخ أحمد ديدات، الذي سماه ديدات الأكبر، وقال له: ما فعلته يا بني في 4 سنين استغرق مني 40 سنة لتحقيقه. في نهاية الحلقة، من هو أقرب داعية إلى قلبك؟ أعجبك الفيديو؟ اشترك معنا واضغط على زر أعجبني وشاركه مع الآخرين.